السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعي قناه بيرغاماسكو شانيل. تحياتي لكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي نتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. خوتي العزاز، مواضيع كثيره ان شاء الله غادي نشوفوا اهم المواضيع. اول موضوع وفي نفس الوقت هو سؤال: افينكم الجاليه المغربيه؟ انا كندير لكم السؤال فينكم، واش راكم في المغرب؟ واش جيتوا مشيتوا؟ واش جيتوا قلال؟ واش جيتوا هربتوا؟ علاش ما كملتوش العطله ديالكم؟ هذا كامل، هذا كلشي دخلوا في سؤال واحد اللي هو افينكم الجاليه المغربيه. غادي نهضروا على موضوع اخر، وهذه المره كيتعلق على الجاليه. واش اللي مازال عاد باغي يجي هو غادي يكون جواب بزاف الناس يصيفطوا لي هذا السؤال: واش غير ندخلوا ما نخافوش من اغلاق الحدود؟ اوكي، غنهضروا على جدري القرده، التطورات ديال جدري القرده، وكذلك غادي نهضروا على الطلب ديال افريقيا للمجتمع الدولي باش يتحرك واحد التحرك اللي هو عاجل بسبب تفشي هذا المرض الخطير. الله يحفظنا ويحفظكم. غادي نهضروا على الموضوع الاخر، وهذه المره كنهضروا على حتى سراق الزيت باغي يحرق الانجليز. وغادي نهضروا على الموضوع الاخير ديال الرئيس الجزائري المعتوه، نقدروا نقولوا المعتوه او لا اخر ما كاين في الهبال، ونشوفوا شنو الكلام اللي اثار واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي او لا في العالم من خلال التصريحات ديالو الاخيره ديال البارح، وهو كيحاول يبان في الحمله الانتخابيه. هادو هما خوتي العزاز اهم المواضيع اللي عندي هذا النهار. فكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم، وكذلك كنتمنى نكونوا ما كنغيبوا شيء بزاف على الفيديوهات. وكنعاود ونعاود ونقول لكم راه ملي كنكونوا في المغرب كيكون عندنا مشاكل كثيره، من بين المشاكل هو مشكل ديال الانترنت. وزيد الخبر في راسكم، يعني بنادم ما كيرصاش. ان شاء الله وبحول الله قريبا انا نرجعوا ان شاء الله يا ربي، الا كتب الله وما بغلقوش الحدود غادي نوليو ان شاء الله البلدان الاقامه، وغادي نديروا لايفات، وغادي نمشيو ان شاء الله وبحول الله في المسيره ديالنا ان شاء الله. المهم خوتي العزاز، هادو هما المواضيع. ما تنساوش الدعم، الله يجازيكم بخير. على الاقل تبقى القناه شي شويه محركه على ما نرجعوا ان شاء الله. فاول موضوع اللي غادي نهضر فيه ما يمكنناش نمشيو وما نهضروش فيه، غادي نهضروا على الموضوع ديال الرئيس الجزائري. بالنسبه للرئيس الجزائري كتعرفوا بان نقدروا نقولوا الرئيس الجزائري المنتهيه الولايه ديالو، وكيف ما كتعرفوا غادي تكون انتخابات رئاسيه يوم 7 في هذا الشهر 9 ان شاء الله. 7 في شهر 9 غادي يكونوا الانتخابات. فمن طبيعه الحال الخرجات ديالو دائما كانت خرجات اللي مثيره للجدل واللي كتضحك. من طبيعه الحال كتضحك، ما فهمناش حنا هاد الناس اللي كيحكموا هذا البلد السعيد. المهم علاش نهضروا دابا كيفاش راكم عارفين اللي فيه شي حاجه راه باين. غنهضروا حنا على التصريحات ديال البارح اللي خلات الناس كتضحك، وفي نفس الوقت كانت تصريحات اللي هي غريبه جدا. قال لك سيدي، كيقول هو كيقسم بالله هذا الرئيس الجزائري لو يساعدونا ويحلوا لنا الحدود مع مصر. ما عرف شكون هما اللي يساعدوه ويحلوا له الحدود مع مصر وغزه، عندنا ما نديروا. هاد الكلمات هادو قالها الرئيس الجزائري البارح، وهو يعني في تجمع انتخابي بمحافظه قسنطينه. وهذا الشيء كيف قلت لكم ضحكوا عليه بزاف الناس، لا داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا في دول اخرى، لحقاش كلامه كان خارج المعقول. كيقول هذا المترشح هذا او هذا الرئيس السابق ان الجيش الجزائري على اتم الاستعداد والجاهزيه لدخول غزه، ولو كانت الحدود مفتوحه، من اجل تشييد 3 مستشفيات في ظرف 20 يوم، وبعث مئات الاطباء الى القطاع، وكذا المساعدات الى اعاده البناء ما دمر من طرف الصهاينه، مشددا ان البلاد ديالو لن تتخلى عن فلسطين. هادو هما الكلمات اللي قالها الرئيس الجزائري البارح وهو في الحمله الانتخابيه ديالو. واللي ما عندوش شهود راه كذاب. انا نخليكم تسمعوا بعض الكلمات اللي قال. يلا سمعوا. بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزه، حنا ما نديروا. ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الاطباء، ونساعد في اعاده بناء ما دمر من طرف الصهاينه. اقسم لكم بالله العلي العظيم. هذا الشيء قالوا الرئيس الجزائري. فبغينا انا بغيت غير نعرف غير واحد الحاجه، بغيت نعرفها اللي هي هذه: هذا الرئيس الجزائري واش عاد هود من السماء؟ ما كانش حاضر
الوقيته اللي المغرب صيفط المساعدات، وكانت اول دوله عربيه اللي كتصيفط مساعدات على طريق البر، وكانت هو الدوله المغربيه. علاش المغرب تحلت الحدود انه يصيفط المواد الغذائيه ومواد يعني الطبيه الى غير ذلك؟ فين كنتوا نتوما؟ علاش دابا عاد كتحلفوا التيلف على انك تصيفط المساعدات وانك جاهز كل جاهزيه؟ علاش هادي شنو كان شادك؟ هذا غير نجاوبك على قد عقلكم. الا جينا نديروا فيك العقل فراك ما عندك ما تصيفط لغزه، لحقاش انت اصلا شعبكم جوعوا، فانت شاط لك شي حاجه ما تصيفط لغزه. هذه اولا واش انت شاطلك شي حاجه باش تصيفطها لغزه؟ ما شفناش. حنا كنشوفوا الشعب الجزائري المقهور اللي كيخرجوا في الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيديروا النداءات وكيشكي ويبكي والله يحسن العوان. اما هذا الكلام هذا فاي انسان بعقله لا في الجزائر ولا خارج الجزائر فراه ما غاديش يثيق بك، لحقاش هذا غير نتوما داك القضيه ديال الضحك وعلى الذوق داكشي اللي كدير انت. واللي كيبقى اللي زاد الطين بله هو ان كاين بعض الجزائريين اللي نقدروا نقولوا المسحورين من الطرف ديالك. واش بصح هادو المسحورين من طرف الرئيس واش بصح مسحورين ولا غير باغيين زعما في التعاليق يبينوا راسهم ولا يدافعوا على الجزائر؟ فكنقول لكم حتى ولا كنتوا كتدافعوا على بلدكم من حقكم دافعوا بما يرضي الله او فيما يرضي الله. اما الكذب والبهتان والتبوحيط ولا كيف ما تقولوها فما جاتش. قالك هذا السيد هذا لو كان مصر تفتح الحدود والله العظيم كنتمنى من السيسي ان يدير لك على قد فمك في هذه الساعات. دابا كنتمنى من الرئيس المصري يدير لك على قد فمك ويفتح لك الحدود ويقول لك يلاه ورينا هذه المستشفيات ورينا هذه المساعدات وورينا. فهذا هو اللي كاين دابا. انت ملي باغي تحصل على واحد الولايه ثانيه فكل شيء كتقربوا بغير فمك، اما في الواقع والعمل فكي كنقولوا دائما اللي كيهضر بزاف راه ما كيدير حتى شي حاجه. وحاول ما امكن انك كي كنقولوا تانفلونسا او لا دير مدار جارك ما كيهضرش بزاف. جارك المغرب وملك المغرب الله يحفظه طول عمره ما كيهضرش ولكن كيخدم. اكثر كنسمعوا بانه عاجل لقد تم ارسال المساعدات ها شنو الى قطاع غزه، واول دوله عربيه كتمشي وكتصيفط المساعدات الغذائيه والطبيه الى غزه عن طريق البر. ففين كنتوا نتوما شحال هادي؟ ايوا المهم هاد الصراحه ما فهمتش انا بنادم اللي بوجهه حمر وكيخرج بدا يهضر ويشن عن ولا يشنون ولا كيقول لا ما والله العظيم الا بعد المره قال لك الهضره بزاف والسكات حسن. صافي نحبسوا لحد حيت ماشي هذا هو، معليش نديروا غير هو موضوع. فغادي نمشيو خوتي العزاز موضوع اخر، وهذه المره غادي نهضروا على الموضوع ديال سراق الزيت باغي يحرق. هذه والله العظيم كي كنقولوا حتى هي العنوان جاي الضحك. ما عندوش شي ما بغيتش نقول لكم واحد العنوان اخر لحقاش انا ما نرضاش نقوله. علاش؟ لحقاش فيه اهانه البلادي. مع العلم انا جاتني شي حاجه اللي هي غريبه ما جايش حتى لا الهضره ولا حتى يستوعبها العقل. علاش تقولوا شنو هي؟ علاش قلت لكم ان سراق الزيت باغي يحرق. القصه خوتي العزاز وما فيها هو ان اكثر من 100 ديال المسافرين اللي كانوا في واحد الطائره من الطائرات ديال الخطوط الملكيه المغربيه اللي ماشيه من الدار البيضاء في اتجاه مانشستر الانجليزيه البريطانيه. منين مشاو هاد الناس ونزلوا بقاو كيتسناو الباجاج ديالهم تقريبا ساعه ديال المكانه، وهما كيتفاجئوا بان قالوا لهم هذاك الباجاج لقاو فيه واحد موبوءه. هذاك الباجاج ديالهم موبوء بواحد النوع بالصراصير او لا بسراق الزيت. اذا شنو ما كان عليهم الا ان داك الطياره ترجع كيف ما هي بداك الباجاج ديالها نزلوا غير الناس والباجاج بقى كيف ما هو وردوه للدار البيضاء. لحد هاد الساعه هذه مازال ما كان عليه حتى شي خبر. يعني الحكايه هي هذه لا ما فيها لا زياده ولا نقصان، وهذا الشيء شفناه يعني من المواقع اللي هي رسميه عندنا في البلاد. بنادم قال لك مازالين، وبعض الناس اللي عندهم الباجاج تما قال لك خايفين غير ان هذاك الصراصير يدير البيض ديالو تما. ما فهمتش انا واش كيفاش يعني واش المده ديال الرحله الوقيته اللي داروا الناس الباجاج لهذا، يعني الناس جايبين الباجاج معاهم جايبين سراق الزيت معاهم في البوالز او في السيكان. امبوسيبل باش يكونوا شويه واضحين. راه كل واحد كان هز هذا البيزه ديالو ماشي ما فيهاش سراق الزيت. اذا سرق الزيت كاين في الطياره كاين في والله لا. دابا المشكله الفضيحه الكارثه العظمى هو انك جاي من المغرب. ايوا ما نكروش بان سراق الزيت راه كاين بصح، ولكن ما كاينش غير في المغرب، كاين حتى في شي دول اخرى. حنا سمعنا بان دول اخرى
فيها الفئران، فيها الجرذان، فيها الطبات، فيها البق، فيها واش والله كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو واش هذه تشويه للسمعه ديال الخطوط الملكيه المغربيه، واش هذه حقيقه، واش تشويه لبلادنا، واش والله الخبر في راسكم. ما عرفتش دابا هنايا طالقين عليها في مواقع التواصل الاجتماعي. قالك سراقزيز باغي يحرق، وها علاش قالك سراقزيز باغي يحرق. هذا هو اللي كاين. مئات ديال المسافرين اللي الباكاج ديالهم بقى في الطياره ديال الاهرام ورجعوه للمغرب. لحد الساعه مازال ما كاين عليه قالك حتى شي خبر، مازال ما رجعوه ما والو، مازال ما رجعوا لهمش. والناس قالك خايفين ان هذوك الصراصير يديروا البيض ديالهم في الباكاج. لا حول ولا قوه الا بالله. الصراحه ما نبغيوش نسمعوا بحال هاد التخربيق هذا كامل، شي حاجه اللي كتشوه لبلادنا وكتشوه لارام. غير هي نعاود نقولها، هو اللي كنأكد عليها حتى نتوما تجيكم بالكم، هو ان ما كاينش شي باليزه اللي راه مولاها هزه وفيها سرق زيت. شي شويه الخبر او العنوان كان شويه جريء او زاد على الحد ديالو. غادي نمشيو خوتي العزاز للموضوع الاخر، وغنهضروا على جدري القرده. وغادي يكون خوتي العزاز جواب على الاسئله ديالكم. من طبيعه الحال ما يمكنش انا نبقى نجاوب الناس ديال الانستغرام والناس ديال التيك توك والناس ديال اليوتيوب في الواتساب. فالجواب ديالي هو كالتالي. داكشي اللي عارفه، وبحكم حتى انني مغربيه وحتى انا راني في المغرب وحتى انا تابعاني الرجوع ان شاء الله، فما نكذبش عليكم. حتى انا مني شفت بان هاد جدري القرده يعني منظمة الصحة العالمية اعتبرته أو لا دارت حالة الطوارئ الصحية، وأنه يعني وباء ومنتشر وبدا كيرتفعوا الإصابات. ولكن إلا شفتوا التاريخ كيف ما رجعوا حطيت لكم في واحد الفيديو التاريخ ديال هذا المرض، راه باين ماشي عاد دابا قديم. وحتى في 2022 كانت حطته منظمة الصحة العالمية حتى هو في حالة طوارئ، يعني على حالة الطوارئ الصحيه على هذا الوباء هذا. ولكن كيف ما تبعنا حتى في وزاره الصحه ديالنا المغربيه، اللي حتى هي راها يعني او كي كنقولوا راها اليرتا، ولا راها حتى هي دايره خدمتها، راها مراقبه كل شيء الحمد لله والشكر لله. لحد الساعه ما كانت شي حاله اصابه في بلادنا. ولكن هذا الشيء كامل لا يعني اننا حنايا زعما في منأى عن الخطر او في منأى لا، فجميع الاحتمالات ممكن تكون. وحنا كنعرفوا عندنا سابقه مع بلادنا ومع القوانين ديال بلادنا ان بين التي وضوحها يقدر يتغلقوا الحدود. فبالنسبه لي انا ماشي نتبعوا فقط الوضع الداخلي ديال بلادنا فقط، وانما خصنا نتبعوا الوضع العالمي، لحقاش حتى بلادنا راه جميع القرارات ديالها وجميع السيناريوهات اللي ممكن تطبقها ولا الحاله اللي تطبقها كتبقى بناء على كي راه داير العالم وكيف وفين وصلت الكثافه والانتشار ديال هذا الوباء. هذه من ناحيه. فهاد الساعه دابا لحد هاد الساعه انا كنعاود نقول لكم من خلال الاجتماع ديال وزاره الصحه كتقول بان ما كاين حتى شي حاله اصابه وما كاين لا اغلاق حدود. ما يمكنناش حنا نسبقوا الامور ونقولوا كاين اغلاق الحدود يعني باش نجيبكم لحد هاد الساعه. ولكن هذا بالنسبه لي انا كمواطنه مغربيه، يعني اصحاب القرار عندهم القرار كمواطنه مغربيه، ومن خلال داكشي دوزناه مع الوباء ديال كورونا الله يحفظ، فكل شيء ممكن وجميع السيناريوهات محتمله. نطلبوا ربي السلامه، وبالاخص من بعد ما تم يعني تجاوز الحدود الافريقيه هذا الوباء ديال جدري القرده ومشى كيف ما شفناه، مشى لسويسرا، مشى كذلك النمسا، السويد ماشي سويسرا اعتذر، السويد والنمسا، شفناه كاين حتى في السعوديه، شفنا دابا هذا النهار الفلبين. واللي غريب في الامر هو ان الفلبين علنوا على ان وجود واحد الحاله وهاد الاصابه ديال واحد الرجل اللي في العمر ديالو 33 سنه اللي عمره سافر وما سافرش وكان دائما في البلاد ديالو. هنا كتطرحوا بزاف ديال التساؤلات، يعني واش هذا المرض هذا منين جا؟ الا كان شي واحد الا حنا كنا كنعرفوا انه كيجي عن طريق اللمس وكيجي عن طريق العلاقات الجنسيه وكيجي عن طريق اذا هذا يعني ان جزر القرده كاين في الفلبين. واخا هذا السيد هذا ما سافرش فراه شي واحد لصقوا فيه والخبر في راسكم، فملي يعني كاين وممكن يتعداو بزاف الناس وممكن يبانوا بزاف ديال الناس. وكنعاود نقول لكم راه ملي كيعلنوا الدول على بعض الحالات فهذا لا يعني ان هما شايفين اولا مراقبين البلاد كامله، اكيد كيراقبوا الحاله اللي كتمشي للسبيطار وكتم المراقبه ديالها وكيديروا التحليل وكيجبروا فيهم المرض. اما كاينين الناس اللي عندهم ما عندهمش داك القضيه ديال يمشي للسبيطار، راه كاين اللي كيمرض ويبرا غير في دارو، وهادشي حنا شفناه مع كورونا. اذا خوتي العزاز نطلبوا السلامه ونبقاو دائما على القرص، ويا ربي اللي يجعل علينا شي سدان شي اغلاق شي هادي
في هذه الساعه كلشي راه مسافر، يعني الناس كامله خارجين من دوله الاقامه، فنتمنوا السلامه. وهذا كان جواب على المتتبعين. بالاضافه في نفس اخر الاخبار هو ان افريقيا او الدول الافريقيه الجنوبيه تدعو الى تحرك عاجل جدا للقضاء على جدار القرده، لا من حيث التلقيح، المهم ياخذوا اجراءات باش يحاولوا يواجهوا جدار القرده لحقاش مازال في الانتشار ديالو. المهم كنشوف بان بحال مثلا العربيه، الجزيره، سكاي نيوز، يعني جميع القنوات اللي هي رسميه عالميه كتهضر على هذا الوباء بواحد الطريقه اللي مخيفه جدا، اللي كتخلينا حتى حنا نخافوا. كنعيو نقولوا الله ينعش الشيطان. هنا في المغرب يعني ما مسوقش عادي، ما كاين حتى شي حاجه، يعني كنهضر على المواطنين وكيفاش كيتعاملوا، ولكن من طبيعه الحال راه بنادم اللي كيبقى متبع الاحداث ولا اللي كيكون تابعوا شي صفار ولا فكيبقى خايف. فانا من هنا ما كنخوفكم، ما كنقول لكم نعسوا على يدكم ديما، وانما بقاو دائما على القرص. والحاجه الاخيره والسؤال هذا اللي بصراحه الله ما رضيتوش البلغي انا وانتم دابا غادي تجاوبوني واش اللي هو افينكم الجاليه المغربيه. اخوتي العزاز، انا جيت للمغرب في التالي ديال شهر 7، في الاسبوع الاخير ديال شهر 7. جيت بان لي بان كاينين الجاليه المغربيه، هي بيني وبينكم راه ما كاينينش بحال العام اللي فات باش نكونوا شي واضحين. واخا جاو هذا العام كان اقل الناس اللي دخلوا، كنهضر لكم يعني سافرت ما بقيتش غير في مدينتي، ولا ما كانش داك الكم اللي كان العام اللي فات والعام اللي قبل منها. ولكن كنبغي نقول لكم تخيلوا كاينين الجاليه المغربيه، كاينين الناس كتهود في شهر 7، وكاين الناس كتهود في شهر 6 وفي شهر 7، وكاين الناس كتهود في شهر 8 وكيرجعوا في التالي ديال شهر 8 ولا في الاول ديال شهر 9. هذا العام اللي بغيت نقول لكم بان شهر 8 ما كاينينش، قليلين جدا، واحد الارقام اولا واحد الاعداد اللي هي قليله جدا. وهذا الشيء كيخلينا نتسائلوا حتى دوك الناس اللي جاو يصحاب شهر 7، جاو الناس يجاو في نص شهر 7 وراهم مشاو في هاد ال10 ايام الاولى ديال شهر 8. واش هربتوا لحقاش بالفعل كاينه واحد الحراره اللي هي خوتي صراحه الله ما تقدروش تسوبورتيوها، وحق الله كاينه واحد الحراره بزاف. واش هاد الناس هربوا مشاو رجعوا بحالاتهم؟ واش الغلاء للاسف كاين الغلاء في البلاد اللي خلاكم انكم تشوفوا جويه اخرين، اولا ما عجبكمش الجو، اولا البروده ديال الناس ديال المغرب، اولا شنو ما عجبكمش هذا العام. كنبغي نقول لكم انني ما قدرتش عطيتكم هذا السؤال، انا حاولت ما امكن اني نلمح فقط في السؤال، ما دخلتش في التفاصيل، لحقاش التفاصيل خليتها نكونوا جالسين في المباشر، لحقاش انا عارفه ومتاكده ان ماشي غير انا وانما كاين بزاف الناس اللي غادي يهضروا في هذا الموضوع. وهذا في نفس الوقت غادي نقول لهذوك الناس يصيفطوا لي مساجات على هذا الموضوع، خليه حتى نرجعوا ان شاء الله. انا عطيت اسئله وتلميحات، وكنتمنى انكم تخليوا لي في التعليق الراي ديالكم فين مشاو الجاليه المغربيه وعلاش هربتوا ورجعتوا لدول الاقامه قبل الوقت. ياك لاباس. نتمنى اخوتي العزاز الفيديو يعجبكم، نتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وديروا البارطاج اوسع نطاق، ومرحبا والف مرحبا. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.